بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ لولا كيتشن. اليوم راني جيت وطليت عليكم بوصفة أكثر من رائعة. راح تخرجوا منها المالح والحلو ضربة واحدة. هي عجينة نقدروا نديروا منها هذا الخبز المحشي، يجي ولا أروع، يجي هشوش وخفيف ومحشي بحشوة اقتصادية من ألذ وأروع خبيزات يكونوا محشيين. هاد العجينة راح تهنيك من الوقفة تاع الكوزينة. بعجينة واحدة ديري بها المالح والحلو كما سبق وقلت لكم ضربة واحدة. راح يجي كذلك بريوش محشي بشوكولا أطرتيني من ألذ وأروع ما يكون، يجي خفيف قطني هشوش. وقبل ما نبدأ وصفتنا لنهار اليوم، أحبابي أعزائي المتفرجين والمشاهدين والمتابعين الأعزاء، ما تنسونيش بالدعم نتاعكم، ديروا لي لايك وتعليق محفز، واللي ماهوش مشترك نقولوا اشترك ومرحبا بيك في نص عائلتك، وخلي عائلتنا تكبر. وإن شاء الله نشوف المقادير وطريقة التحضير. يلا هنروحوا نبداو بسم الله. نحتاج في وصفتنا لنهار اليوم كأس من الحليب الدافئ. الكاس راهو يهز 220 مليلتر. زوز كيسان تاع ماء كيف يكونوا دافيين. نصف كأس من الزيت النباتي، يعني السوائل الكل نحطوها مع بعضها. نزيدوا بياض بيضة ونحتفظوا بالصفار لمبعد باش ندهنوا به سطح البريوش والخبز تاعنا. نزيدوا ملعقتين كبيرتين من السكر حبيبات، وملعقة ونصف كبيرة مملوءة من خميرة الخبز. نخلطوا كلش بالفوي ونغطيو الخليط ونخليوه يرتاح حتى يتفاعل الخميرة. تتفاعل الخميرة مدة 5 دقائق أو 10 دقائق حسب حرارة الغرفة. هنا بعد ما تفاعلت الخميرة وفاتت 5 دقائق، نحط نصف ملعقة من الملح ونصف باكي من خميرة الحلويات تقريبا 5 جرام، ونبدأ نشيح بالفارينة، يعني نطم العجينة تاعي بالفارينة. هنا الميز تاع الفارينة ما حطيت لكمش لأنه كل واحد والفارينة تاعو وحسب كمية السوائل اللي راح تشربها. وبصح في الأخير دوك نوري لكم القوام تاع العجينة. نصبوا الفارينة غير بالعقل، أكيد تكون مغربلة. أنا استعملت هدايا الغربال خير من الأخر اللي شفتوه في الأول، لأنه هذا براتيك على الأخر يساعدني، هذا خير. نخلطوا أولا كمرحلة أولى بالفوي، ضربوها مليح كيما هكا. نزيد كمية من الفارينة، روحوا غير بالعقل بركة في الفارينة، ما تحطوش كمية كبيرة دفعة واحدة، راح تشيح لكم ومن بعديك تحصلوا فيها تجيكم يابسة ومن بعديك تحصلوا وما تنجح لكمش الوصفة. نزيدوا غير بالعقل. والعجينة تاعنا كي نطموها بأصابع، بأطراف أصابع اليد بهذا الشكل. حاولوا انكم ما تعجنوهاش. هنا تقريبا هي بدات تتلم. نبقى نلم في العجينة بهذا الشكل. نورمالمون هنايا خلاص راهي تلمت، وفي نفس الوقت راهي تتلصق في اليد. هذا هو القوام اللي نحوس عليه، انه العجينة تاعكم تكون ملمومة. نحطها فوق سطح العمل باش نلمها. نروح نغسل يدي اولا. هنا راني نلمفاها بهذا الشكل، وفي نفس الوقت كما قلت لكم
تكون عجينة طرية وتتلاصق في نفس الوقت في اليد. شوفوا شوفوا طرية خلاص، وتقريبا تلصق في اليد، يعني مش خلاص. هذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. نغطاها ونخليها ترتاح. هنا راني حطيت من جهة أخرى راح ندير الحشوة تاع الخبيزات. حطيت زيت وكمية من البصل يدبال، وزدت عليه سنارية أو جزر مبشور وجريوات مبشورة، ولا القرعة في بعض المناطق يسموها، وسنة تاع توم. ونخلط المكونات مع بعضها. حشوة اقتصادية رائعة. نفوحوها هنا بالملح وشوية فلفل كحل، كركم، زنجبيل، والقليل من الخردل. ونزيد كمية من الزيتون نقطع شرائح الأخضر. ما تكتروش الملح لأنه ديجا الزيتون راهو مالح. وهنا حبيت نقول لكم ما تقيدوش بالخضر اللي حطيتها انا، تقدروا تغيروا فيها، تقدروا تزيدوا اللي عنده فلفل حلو يديروا. كاين اللي يحط مكونات اخرى، مش لازم الخليط كما درت انا. هذا يعني سهل واقتصادي وفي نفس الوقت غني بالخضر، وفرصة للأولاد اللي ما ياكلش الجريوات راح تكون في المكونات وما يفيقوش بها كفكرة يعني. هنا بعد ما طاب الخليط زدت عليه علبة تاع طون زيت، ونطفي عليه ونحطه على جنب يبرد. هنا بعد ما فاتت 15 دقيقة ضاعف حجم العجينة تاعي، نديغازاها ونحطها فوق سطح العمل مباشرة، ونبداو في الخدمة تاعنا. نقسم أولا العجينة على 2. النصف الأول نرجعو زيد يعاود الخمور تاعو، زيد يعاود يخمر ويتضاعف الحجم تاعو، هذا للبريوش. وهذا النصف اللي رايحين نديرو به الخبز أو الخبيزات المحشية، نقطعو إلى 6 أطراف. وباش يكون في علمكم الخبيزات راح يجيو كبار، يجيو ما شاء الله. نبدأ نكور في العجينة، نديرها ديبول بهذا الشكل. يعني هاد العجينة راح تهنيك بعجينة واحدة ديري بها خبز محشي ويجي خفيف ماهوش معجن. تبعي معايا بركة خطوة بخطوة وفي أدق التفاصيل باش تنجحي فيها إن شاء الله. هنا بعد ما كملت كورتهم الكل نبدأ نحل بالوحدة بهذا الشكل. ماذا بك ما تكتروا الفارينة فوق سطح العمل لأنها طرية ياسر باه ما تلصق لكمش. هنا بعد ما طرحتها نحط الحشوة هي الأولى، وكمية من البطاطا المقلية، واللي ما يحبش البطاطا المقلية يقدر يدير بطاطا مشرشمة، لكم الاختيار في هذا. نزيد عليها كمية من كريمة الجبن اللي سبق وعملتها معاكم، وشوية تاع فرماج رابي، درت هنا شيدار. وندهن الحواف بشوية بياض البيض باش ما تفتحش، ونغلق عليها. نقطع الجوانب ونعدلها كما هكا بيدية باش نتحصل على شكل مستطيل، ونكملوا الكمية كامل بنفس الطريقة. هنا راني زدت لكم واحدة أخرى.
شوفوا كيف ماش العجينة تكون سهلة وتمشي فوق سطح العمل، تتحكمي فيها كيما تحبي. وهنا بالمناسبة العجينة ديروها رقيقة، ما ديروهاش خشينة. نحكم نثقبها بكوردون ولا بالعود تاع الشواء، وندهن السطح تاعو بشوية صفار بيض بهذا الشكل. وهنا راني حطيت الفور يسخن على 180 درجة، نطيبها من التحت، وكي طيب نطفي كالعادة ونشعل من الفوق حتى تحمر ونطفي عليها. وإذا عندك الفور اللي يشعل من الفوق ومن التحت، نقصي الغاز ما تقويهوش، وكل وحدة والفور تاعها. ندردر عليها شوية تاع سينوج. هنا التزيين كيف كيف راهو اختياري. انتي الملكة في الكوزينة تاعك، حطي واش تحبي نتيا وواش متوفر عندك، مش محتم تتقيدي بوش حطيت انا. زدت عليها شوية تاع فورماج وزيتون اخضر كتزيين، يعني مرحلة كمرحلة اخيرة. هنا بعد ما كملت البريوش وحطيته يطيب، نرجع نروح للعجينة الأولى اللي حطيتها تتخمر. ندير كيف كيف ديبول. هنا نساعد يدي ندهنها بالزيت باش ما تلصقش العجينة، كيما تعلموا راهي عجينة تتلصق. نفتح الكويرة الأولى ونحط فيها كمية من شوكولا ترتيني ونغلق عليها بهذه الطريقة، طريقة سهلة جدا. ونحطها في المول بعد ما كنت فرشت فيه بابي كويسون أو ورق الزبدة، ونواصل في العملية حتى نكمل الكمية كامل. أنا تحصلت على 9 بريوشات، كمية لا بأس بها. نضغط عليها بهذا الشكل، ضروري تضغطوا عليها. وندهن السطح تاعها بشوية تاع صفار بيض، حطيت فيه شوية تاع قهوة. ونزيد نزين السطح نتاعو بشوية تاع سينوج. تقدري ديري كاوكاو إفيلي ولا لوز إفيلي كما تحبي. ونحطهم يطيبوا على 180 درجة. هنا بعد ما كملت الكمية، شوفوا ما شاء الله كما قلت لكم تجي يعني خبيزات عملاقة، تجي ما شاء الله شباعي كما يقولوا. تجي خفيفة 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 للدرجة ما تصوروهاش، وتهبل في البنة. شوفوا ما هي شايحة، تجي على الكيف، تجي طرية تدوب في الفم. والله تجي ما شاء الله يعني كوجبة غداء أو عشاء رائعة جدا. تقدروا تديوها معاكم مثلا للبحر ولا للنزهات على الكيف. وتانا البريوش شوفوا كيف ما يجي بعد ما طاب وتحمر. الله الله، شوفوا يجي خفيف، روعة روعة. ننصحكم ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة، والله رائعة جدا. شوفوا كيف ما يجي قطني خفيف رائع جدا. هنا وراه مازال سخون، شوفوا كيفاه يطيب محمر من الفوق ومن التحت، روعة. شوفوا ما شاء الله، الله الله، بسم الله ما شاء الله، رائع جدا، يعني يحمر الوجه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة، واذا عجبتكم الوصفة لنهار اليوم نتمنى انكم تدعموني، ما تنسونيش حبابي، وباش نواصلنا في نشر المزيد والكثير من الوصفات. وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة أخرى بإذن الله. السلام عليكم.